بيبدأ الفيلم بستان وهو بيتكلم مع واحدة من العملاء بتوعه وبيحاول يقنعها تشتري الشقة اللي الشركة بتاعته عرضها للبيع، ورغم ان الست كانت رافضة في البداية لكن ستان حاول يخدعها وفهمها ان الشقة اللي هم عارضينها هتبقى احلى شقة هي شافتها في حياتها. وبعد كلام كتير معاها وافقت الست انها تشتري الشقة وكانت فرحانة بالعرض بتاعه. لكن بتيجي الشرطة ساعتها وبتقبض عليه بتهمة النصب والاحتيال لانه كان بيخدع العملاء بتوعه وبيقول لهم كلام مش حقيقي عشان يشتروا العقارات اللي كان بيبيعها. وبيروح بعدها المحكمة وبيتصدم لما القاضي بيقول عليه مذنب وان الحكم النهائي في القضيه بتاعته هيكون بعد اسبوع. وساعتها القاضي حكم عليه بالسجن 3 سنين بس، رغم ان المده الطبيعيه للقضيه بتاعته مش اقل من 5 سنين. وعلشان المحامي قدر يرشي القاضي فسمح لستان انه يدخل السجن ويقضي المده بتاعته بعد 6 شهور من دلوقتي. وخرج ستان من المحكمه وهو متضايق عشان رغم انه عين محامي فاسد لكن برضه هيدخل السجن. واتكلم مع المحامي وحاول يعرف ازاي قدر يرشي القاضي ورغم كده هيدخل السجن. وعرفه المحامي ان المبلغ اللي هم دفعوه للقاضي ما كانش كفايه علشان يمنع دخوله السجن، لكن قدر يأجل مدة حبسه وهيسيبه 6 شهور كاملين علشان يرتب اموره قبل ما يدخل السجن. وبيفهم ستان ان ما عندوش حل تاني وبيمشي وهو متضايق وبيروح لأقرب حانة علشان يشرب الخمرة وبيفكر هيعمل ايه في المصيبة اللي هو فيها. وبيقعد ساعتها على البار وبيطلب كاس خمرة وبيلاقي شخص قاعد جنبه وبيلاحظ من الوشم اللي مصلوم على ايده انه دخل السجن قبل كده. وبيلاحظ الشخص ده انه بيبص عليه وبيسأله لو كان في مشكلة. وساعتها ستان سأله لو كان دخل السجن قبل كده لانه هيدخل السجن قريب وعاوز يتكلم معاه علشان يديله بعض النصايح وفي المقابل هيدفع له $100. واستغرب الراجل من كلامه لكن وافق لان المبلغ كان كبير لمجرد انهم هيتكلموا مع بعض. وبيقعدوا الاتنين مع بعض وبيسالوا المسجون السابق هو هيدخل السجن ايه وايه المده اللي هيقضيها هناك كام سنه. وعرفوا ستان ان هيتسجن لمده 3 سنين. قال له على اسم السجن اللي هيدخله. وساعتها الراجل كلمه بكل صراحه وعرفوا ان السجن اللي هيدخله الحراس فيه ما بيتدخلوش في اي حاجه بيعملها المساجين. وبيتقسم السجن لمجموعه من العصابات وبيدخلوا كلهم في مشاكل مع بعض دايما. ونصحوا ينضم لاي عصابه فيهم اول ما يدخل السجن علشان ما حدش من باقي العصابات يضايقه ويبقى ليه وضعه مع الجماعه اللي بتحميه. والحاجه اللي ستان ما كانش متوقعها لما المسجون قال له ان السجن بيكون فيه اغتصاب بين المساجين وخصوصا لو المسجون ضعيف زي ستان، فساعتها معظم المساجين هتبقى عاوزه تغتصبه عشان يكسروه ما يقدرش يتكلم مع اي حد فيهم. واتصدم ستان ساعتها من الخبر وفهم ان الايام اللي جايه مش هتعدي على خير. وبيقرر يتصرف بسرعه وبيروح لمدرسه فنون قتاليه عشان يتعلم القتال ويقدر يدافع عن نفسه في السجن. وبيمر بفتره مكثفه من التمارين كل يوم ومع الوقت بيقدر انه يصد كل ضربات المدرب سواء بايده او بالعصيان الخشب. وكمان بيقدر يكسر الحجر بقبضه ايده وبيتنافس مع المدرب وبيقدر يتغلب عليه بالعصيان. وبتيجي بعدها اللحظه الحاسمه وبيمسك المدرب الخشبه وبيقدر ستان انه يكسرها باسبوع واحد. وبيفرح المدرب من ادائه وانه قدر فعلا يتعلم كل حاجه في وقت قصير جدا. وبنشوف ستان بعدها وهو راكب العربيه بتاعه السجن ورايح في الطريق لهناك وبيتكلم مع المسجون اللي جنبه وحاول يستهزئ بيه لكن ستان ضربه في وشه ونصحه ما يتكلمش معاه تاني. وبيوصلوا بعدها للسجن وبيقفوا كلهم قدام فرانسيس رئيس السجن وبيتكلم معاهم الرئيس وبيعرفهم ان عندهم قانون في السجن ان محدش يقرب من الرئيس او الحراس غير كده المساجين يعملوا اللي هم عاوزينه. وبيستغربوا كلهم من كلامه وبيفهموا ان ايامهم في السجن مش هتبقى سهله لكن ستان كان واقف بلا مبالاه وكانه مش فارق معاه اللي هيحصل. وبيدخل بعدها الاوضه بتاعته في السجن وبيلاقي معاه مسجون تاني وبيتفاجئ بانه راجل عجوز وبيعرفه المسجون بنفسه وبيقول له ان اسمه لاري وانه مسجون بقاله فتره كبيره وفي الغالب هيموت في السجن. وتاني يوم بينزلوا كلهم للساحه وبيمشي لاري مع ستان وبيعرفه كل حاجه عن السجن واللي بيحصل فيه. وكمان قال له مين العصابات اللي مسيطره ومين العصابات اللي ممكن ينضم ليها ومين اللي هيبقى الاحسن لو ما قربش منهم. وفي وسط الكلام بيساله ستان عن اخطر مسجون في السجن واللي معظم المساجين بتخاف منه. وشاور لاري على المسجون الضخم اللي قدامهم وعرفه ان اسمه ريموند وده يعتبر من الناس اللي ما ينفعش يقرب منها. وساعتها بيسيبوا ستان وبيروح لريموند وبيشوفه وهو ماسك مسجون جديد وبيحاول يعتدي عليه. وبيتكلم مع ستان وبيطلب منه يسيب المسجون الجديد ويتكلم معاه. ولما رفض اتكلم ستان بصوت عالي مع المساجين عن ريموند وحاول يستفزه قدامهم وقال عنه انه احمق وغبي. واتضايق ساعتها ريموند وقلع القميص بتاعه وراح لستان وهو متعصب لكن اول ما حط ايده على كتفه ضربه ستان اكتر من ضربه بعنف. وبعدها ضربه في رجله ووقعه على الارض ومسك ايده وكسر صوابعه بكل سهوله قدامهم. وساعتها ريموند كان بيصرخ وبيتألم من اصابته وضربه ستان بالرجل في راسه وفقد الوعي في ساعتها. ومشي ستان من وسطهم بكل ثقه لكن بيوقف واحد من المساجين وبيطلب منه ينضم ليهم علشان محدش من مساجين السود يعترض طريقه. وضايق ستان من تهديده وضربه لكمه قويه في وشه ووقعه على الارض. وبيتفاجئ بعدها بمسجون تاني ضخم وهو بيقف قدامه وبيتكلم معاه وهو متضايق علشان ضرب ريموند وبيأمر العصابه بتاعته كلها تهجم عليه. وبيرجع ستان من قدامهم بسرعه وبيقف في وسط الساحه وهو مستعد وبيقدر يتصدى لمعظم ضرباتهم وبيضربهم بكل شجاعه. محدش من المساجين قدر يقف قدامه. وبعدها مشي من وسطهم من غير ولا كلمه وراح بعدها للاوضه بتاعته واتفاجئ بالحارس بتاع السجن وهو داخل عليه وبيقول له ان رئيس السجن عاوزه دلوقتي حالا
فعلا، وبيسمع كلامه ساتان وبيروح معاه علشان يقابل فرانسيس. واول ما بيشوفوا رئيس السجن بيطلب من الحارس يفك له الكلبشات. طلب من الحارس يخرج ويسيبهم لوحدهم، ولما خرج الحارس اتكلم فرانسيس مع ساتان وطلب منه يقعد على الكرسي واداله سيجار وكاس خمره، وعرفه انه مش بيفكر يبقى رئيس السجن للابد، لكن هو عايز يغير نشاطه ويشتغل في العقارات ويبني بدل السجن مباني تجاريه هيقدر عن طريقها يكسب ملايين. لكن علشان ده يحصل لازم يعمل حاجه تجبر الحكومه انها تقفل السجن، وساعتها هيقدر يشتري الارض بتاعته ويبني عليها المباني اللي هو عاوزها. وفهمه انه بيقول له كل الكلام ده علشان عارف ان هو كان بيشتغل في العقارات واكيد هيساعده في بناء المشروع. وفرح ساتان في الفكره وقال له على اكتر من طريقه يقدر يستغل بيها المساحات الفاضيه احسن استغلال. وبيرجع بعدها للاوضه بتاعته وبيكتب رساله لمراته علشان يعتذر لها على تصرفاته في الفتره الاخيره، وبيعرفها انه بيحبها وبيترجاها تسامحه، وخصوصا انها كانت حامل وهيبقى عندهم مولود جديد قريب. وبيعيش المساجين مع بعض في سلام وبتمر عليهم فتره كبيره وهم مبسوطين، والاول مره كلهم بيتعاملوا مع بعض وكانهم عيله واحده. وبعد فتره بيروح علشان يقابل فرانسيس وبيتكلم معاه وهو متضايق علشان بسبب السجن بقى بيمر بسلام ومش هيبقى فيه مشاكل، وبالتالي مش هيبقى عنده مبرر يجبر بيه الحكومه انهم يقفلوا السجن والمساجين تترحل لاي سجن تاني ويبدا المشروع بتاعه. وعرفوا ان لجنه التفتيش هتكون عندهم بعد يومين، وساعتها لازم يشوفوا المساجين وهم بيتخانقوا مع بعض. ومش بس كده، ده كمان هيكون افضل لو في ناس منهم ماتت في المشكله اللي هتحصل. وعرفوا ان لو ما قدرش يساعده في ساعتها هيبلغ عنه ان هو مسجون خطير والمده بتاعته في السجن هتزيد. ده غير ان دونج المساعد بتاعه هيتعامل مع المساجين بعنف وهيقتلهم واحد ورا التاني من غير اي رحمه، لكن لو قدر يساعده فساعتها هيقدر يخرجه من السجن بعد سنه واحده على اساس انه مسجون مسالم وانه طول تاريخه في السجن ما عملش اي مشكله. واضطر ساتان يوافق علشان فهم ان ما عندوش حل تاني. وتاني يوم بينزل الساحه وبيتكلم مع المساجين كلها بصوت عالي وبيعرفهم ان مش هيتدخل في اي حاجه هتحصل في السجن وان مش هيفرق معاه لو كانوا حتى هيقتلوا بعض. وساعتها المساجين اتعصبت جدا لدرجه ان كل واحد فيهم هجم على التاني وكانهم كانوا مجبورين على العيشه في سلام. وبيقعد معاهم علشان ياكل، لكن بيقوم لاري من جنبه بيفهمه انه اتخدع فيه. وساعتها ساتان مسك ايده وطلب منه ما يدخلش الساحه بكره علشان هتحصل مشكله. ولما بيخرج من الاوضه بيلاقي مراته ومدرب في انتظاره وكانوا فاكرين انه هيخرج فعلا، لكن ساتان عرفهم انه هيفضل في السجن وضرب الحارس اللي كان معاه وجري بسرعه علشان يوصل للساحه ويحذر المساجين، علشان كان عارف انهم لما يعملوا مشكله في ساعتها فرانسيس هيطلب من الحراس يقتلوا عدد كبير منهم. لكن هو بيجري بيوقفوا دونج المساعد بتاع فرانسيس وبيدخلوا الاثنين في قتال مع بعض. ورغم ان ساتان كان قوي جدا لكن دونج هو كمان كان متدرب كويس وكان ساتان بيقاوم قدامه بصعوبه. لكن مع الوقت هجم عليه بكل قوته وافتكر كل التدريبات بتاعه المدرب وفضل يضربه بعنف وقدر يتغلب عليه. وبنعرف ان الحراس كانوا بيحرضوا المساجين على المشاكل علشان يهجموا كلهم على بعض وتحصل مشكله زي ما الرئيس عاوز. لكن بمجرد ما بيخرج ساتان للساحه علشان يحذرهم بيتفاجئ بيهم وهم بيشغلوا الموسيقى اللي هو كان مشغلها ورقصوا كلهم مع بعض وهم فرحانين علشان فهموا الخطه بتاعه فرانسيس وقرروا يقلبوها عليه قدام لجنه تفتيش. ساعتها اتضايق فرانسيس ومسك البندقيه وصوب عليهم علشان يقتلهم، لكن بيحذروا واحد من لجنه تفتيش وبيحذروا ساتان هو كمان وفهموا ان تصرفاته دي هتكون سبب في دخوله السجن. وبيتراجع فرانسيس وبيعدي الموضوع على خير. وبعد ما بتنتهي المده بتاعه ساتان في السجن بيودعوا كل المساجين وهم زعلانين علشان هيسيبهم. وبيخرج بعدها ساتان وبيقابل مراته وبيشوف بنته والمدرب بتاعه وبيقرر يكمل حياته بشرف ويبعد عن الاحتيال والنصب للابد. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.